بقول لك مش طايقه نفسي، مش كده. في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع عليك شمع ومشغل لك مزيكا ولابس لك سيجاره، ايه؟ اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرعون. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا هديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي. ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بورو؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. صح، انت اللي مش عايزه تتغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف. تدلعيني، ترقصي لي، ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه، والله العظيم متخلفه وغبيه كمان. مال انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده. على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت. وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده علشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايزه تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه ان انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا اقف اتكلم معاكي. انا حمار ان حبيت ارضيكي. اوعي. بجد وشك مشرق قوي النهارده، فعلا زي القمر. مشرق. اوكي ميرسي. انا لازم اروح المكتب، اوكي لو سمحتي. الحساب. ميرسي. حساب ايه؟ انت صدقتي بجد؟ عملت نفسي مصدقه. لا ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حاجتي واكلمك. مش هرد عليك. ده انت بخيله بقى. انا بخيله ومش عايزه اعزمك تاني. طب عشان خاطري اقعدي شويه كمان. بجد اتاخرت على المكتب. بقول لك ايه صحيح، انا كنت عايز اعمل سيتس لورود في الفرع في الشركه عندي، يعني عايز اخد توكيل منك كامل. لا ما ينفعش، لان كل اللي بنتجه بصدره لبره، واصلا انا انتاجي قليل. طب والحل ايه؟ الحل الموضوع ده محتاج تفكير. خلاص بقى يبقى نقعد ونفكر دلوقتي. صباح الخير. هبه؟ ايه ده، ايه المفاجاه دي؟ بابا وماما يا هبه. اتفضلي يا ماما اتفضلي. اهلا يا هبه. اهلا يا قمر. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. ازيك انت يا انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ابدا، انا ومامتك حبينا نشرب القهوه قلنا نغير المكان. بس دول يا طارق اتأخرنا عليك. اصلي اتخانقت مع اختي ناني في النادي. ليه يا ماما؟ الست مش كويسه يا طارق، الفاظها مش حلوه، وبتقعد تعمل بايديها كده وتشوح بايديها وبتتكلم حركات كده وصوتها عالي. عارفه يا هبه، لما تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تردي على الانواع دي خالص، فاتخانقت معاها وقلت لناني ما تجيبيش اختك تاني معاكي. شفتي يا هبه شخصيتها قويه ازاي؟ حكمت على صاحبتها ما تجيبش اختها معاها النادي، حاجه تجنن. طيب انا مضطره استاذن، عندي شغل كتير. بس احنا نفسنا نقعد معاكي يا هبه. خلاص يا انكل تتعوض. المره دي ما تتحسبش يا هبه، انا عايزه اقعد معاكي واعرفك اكتر. ان شاء الله يا طنط. اجي اوصلك. لا انا عارفه الطريق، عن اذنكم. اتفضلي يا هبه. انت ليه يا ماما تفهميها ان احنا مرتبين كل حاجه وانكم جايين؟ انا بستغرب، يا احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد في حته تانية، تيجي تعتذري انك اتاخرت على ميعاد طارق. خلاص ما خدتش بالي.
اكيد زعلت. تزعل ليه؟ دي حاجه كويسه ان اهلك يشوفوها، معنى كده ان انت جد ومش بتلعب. وبعدين عايزين نتعرف على باباها ومامتها. ايه رايك يا بابا؟ فكرتني بايام زمان، طالع لابوك.